لو جينا بصينا لورا كده شويه فهنكتشف هنا برضو البايبنج اند انسترومنتيشن دروينج. هنكتشف هنا في الشكل اللي موجود قدامنا ده ان انا عندي هنا تفاصيل كتيره، عندي ديستليشن كولم، عندي تمبريتشر انديكيتور، تمبريتشر ترانسميتر، عندي هنا ليفل ترانسميتر، عندي هنا فلو كنترول فالف، عندي هنا بريشر كنترول فالف، عندي حاجات تفاصيل كتير جدا جدا جدا. فالحاجات ديت هي نفسها الحاجات اللي بتكون موجوده اكشوال على ارض الواقع. طيب انما هنا لا، هي الحاجات ديت موجوده بس في حاجات موجوده على ارض الواقع مش موجوده هنا. يعني تقدر تقول ان البايبنج اند انسترومنتيشن دياجرام هو مفروض بنسبه 100% يكون بيحاكي الواقع، لان الراجل بتاع الديزاين لما بيبدا يعمله المفروض بعد كده المرحله بتاعت الكونستراكشن بتقول لك ان انت هتبدا تاخد الرسومات دي وهتبدا بعد كده ان انت تنفذها على ارض الواقع. ده باختصار شديد الموضوع بيتم ازاي. نرجع تاني للجزء اللي احنا كنا بنتكلم عليه. لو جينا بصينا هنا على الشكل اللي احنا بنتكلم عليه فبص هنا وهتكتشف ان هو دلوقتي بيبدأ يتكلم عن انهي نوع بالظبط. بيبدأ يتكلم على البروسيس فلو دياجرام زي الشكل اللي موجود قدامنا تحت ده، عبارة عن تفصيل اكتر من البلوك فلو دياجرام ولكن بتعقيد اقل من البايبنج اند انسترومنتيشن دياجرام. فهو في الاول في الاخر هو عباره عن illustration، هو عباره عن مجموعه من الرسومات اللي بتكون بسيطه جدا، اللي بتستخدم بعض السيمبلز او الرموز عشان توصف البرايمري فلو باث. يعني بتقول لك هو الفلو بيمشي منين بيروح فين من خلال يونت كامله. يعني انا عندي يونت كامله، هو بيقول لك ازاي الفلو بيمشي في اليونت دي مثلا من الشمال لليمين، وازاي بيطلع باي برودكت وبتتفصص البرودكت ديت بتروح فين وهكذا. طيب يبقى هو بيديك زي سناب شوت كده عن الاوبريتنج سيستم، زي ما تقول كده ايه، انا خدت سكرين شوت من السيستم كده واشوف هو تقريبا شغال ازاي. بتحتوي على معظم المعدات المهمه والفلو المهم، ما بتحتويش على السكندري او الماينور فلو. يعني انا ممكن يكون عندي بعض الخطوط هنا ال- الجانبيه او الفرعيه اللي مش مهمه قوي، فمش شرط ان انا ارسمها. تمام. يبقى برضه في الحته ديت بيبدا ان هو يتكلم على الكنترول لوبس اللي موجوده. هو تقريبا ما فيش اي كومبلكس كنترول لوبس موجوده هنا، يبقى الانسترومنتيشن والكنترول لوبس مش موجوده هنا. عشان كده الشكل ده اسمه بروسيس فلو دياجرام مش بروسيس فلو اند انسترومنتيشن دياجرام. ده الفرق الوحيد اللي ما بينه وبين البروسيس فلو اند انسترومنتيشن دياجرام وما بينه وبين البايبنج اند انسترومنتيشن دياجرام اللي هو اعقد حاجه اللي احنا شفناها في المثال اللي فات. طب ده برضه بيكون مناسب لمين؟ بيكون برضه مناسب للموظفين الجداد اللي بيتعمل لهم تريننج مع البلوك فلو دياجرام، وفي نفس الوقت برضه هو بيدي معلومات كويسه لاي حد زائر ممكن يبدا ان هو يزور المكان بتاعك زيه زي البلوك فلو دياجرام. طيب الحاجه اللي بعد كده هي البروسيس فلو اند انسترومنتيشن دروينج. تقريبا ما فيش فرق كبير ما بينه وبين الشكل اللي فات، الا بس ان هو بيبدا يضيف شويه كنترول لوب. زي مثلا انا عندي هنا بلف، البلف دوت عباره عن ليفل فالف. ليفل فالف يعني بتحكم في الليفل اللي هنا عن طريق ان انا عندي هنا زي ليفل ترانسميتر بيبدا ان هو يبعث له اشاره، والكلام ده احنا شرحناه في كورس بعنوان الانسترومنتيشن. وفي الحاله ديت بيبدا يتحكم في الليفل اللي جوه الفيزل اللي موجوده هنا دي. يبقى انا دلوقتي تقريبا برضه ده يعتبر بروسيس فلو دياجرام ولكن انا حطيت فيه كنترول لوب مهمه جدا. تمام. فاذا هو في الحاله ديت اتحول لبروسيس فلو اند انسترومنتيشن دروينج. طب هل انا هنا حطيت كل الدوائر بتاعت الكنترول بتاعتي؟ لا، ده انا حطيت المهمه بس. في الحاله ديت ما ينفعش ان انا اقول عليه بايبنج اند انسترومنتيشن دياجرام، وما ينفعش اقول عليه بروسيس فلو دياجرام لان انا اوريدي حاطط فيه شويه اجهزه وشويه كنترول لوبس. تمام. يبقى هو اعقد من البروسيس فلو دياجرام العادي، بيحتوي على المعدات المهمه وشويه الانسترومنتيشن اللي موجوده عندي. كذلك برضو مفيد في المرحله بتاعت التريننج للناس. كمان يعتبر حاجه كويسه جدا انها بترشد او بتوجه الناس اللي موجوده في المحطه عندي ازاي يعملوا تريسنج اللاين، ازاي يقدروا ان هم يمشوا ورا الخط ده، يعرفوا الخطوط اللي طالعه من المعده، يعرفوا اماكن المعده فين، والمعده ديت قبل دي ولا لا، ولا دي بعد دي، وهكذا. كذلك برضو ممكن يكون عليها شويه فاريبلز موجوده في السيستم. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن تلاقيه مثلا كاتب لك هنا ان انا عندي فلو الطابع بتركيز كذا، بضغط كذا، بحراره كذا. فالبروسيس فلو اند انسترومنتيشن دروينج ممكن يكتب لك الكلام ده.
طيب الحاجة اللي بعد كده هو النوع اللي فيه تفاصيل أكتر زي ما إحنا شايفين في الشكل اللي قدامنا، تفاصيل ترعب. ودي جميع التفاصيل اللي بتكون موجودة في المحطة بتاعتنا. فكده أصبح الBandID بتاعي اللي هو الشكل اللي موجود قدامي ده، هو أعقد من الProcess Flow and Instrumentation Diagram. بيحتوي على جرافيك في كل حاجة بقى، يعني في المعدات بتاعتي، في المواسير، في الأجهزة بتاعتي، في الكنترول سيستم بتاعي اللي موجود برضه هنا في الرسمة. هي عبارة عن complete picture للأجهزة الكهربية والإلكترونية والأجهزة والمواسير والبلوف والكلام ده كله اللي موجود. يعني مثلا على سبيل المثال لو أنا عندي دوائر تحكم في البريشر هتلاقيها موجودة، في التمبريتشر برضه موجودة، في الفلو برضه موجودة، في الاناليتيكال كنترول لو مثلا أنا محتاج إن أنا أظبط تركيز حاجة معينة وبظبط التركيز عن طريق دايرة كنترول بتظبط لي التركيز بتاع مادة معينة. فدي برضه عبارة عن كنترول لوب موجودة في السيستم بتاعي فهتلاقيها موجودة في الBandID. طب لو أنا عندي سبيد كنترول لوب حاجة بتحكم لي في سرعة مثلا مروحة أو موتور كذلك تبقى موجودة. لو عاوز تتحكم في الليفل بتاع الديستليشن كولم ده برضه هيكون هنا في دايرة ليفل كنترول موجودة عندي. وعندي بقى انواع الكنترولز المختلفه سواء مانوال كنترول، اوتوماتيك كنترول، كاسكيدد كنترول زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. عندي برضو في الشكل ده بيظهر لي هو انا عندي هنا ترانسميتر عادي ولا عباره عن انديكيشن او جيج عداد في الفيلد بس. طب انا هنا عندي الترانسميتر دوت بيبعت لي الارم ولا لا، بينبهني ولا لا، وهكذا. فدي طبعا كل الحاجات ديت بتكون موجوده عندي في البايبنج اند انسترومنتيشن دياجرام او الBandID. فهنا بيبدأ يرجع تاني للبروسيس دياجرامز. فبيبدأ يقول لك هو ايه الغرض من البروسيس فلو دياجرام، البروسيس فلو انسترومنتيشن دياجرام والBandID. يعني انا عندي دلوقتي دياجرامز كتيره زي البلوك والبروسيس والكلام ده. ايه الغرض منه؟ انا دلوقتي محتاج ان انا اعرف انا عندي الدياجرامز ديت كلها ايه برضو الهدف منها. الهدف منها انها بتشرح الكومبلكس فلو. عندك فلوهات معقده جدا انت مش عارف الفلو دوت رايح فين وجاي منين. عندك مجموعه معقده من المواسير هي اللي بتبدا تشرح لك الكلام ده بشكل بسيط جدا. بتعرفك على المعدات اللي موجوده عندي في السيستم، بتعرفك على الاجهزه المحطوطه بتاعه القياس اللي موجوده عندي في السيستم، وتديك لاي اوت للبروسيس يونت. يعني من الاخر كده بتقول لك هي اليونت ديت بتبدا بايه وبتنتهي بايه، وايه المعدات اللي موجوده في النص، وايه السيكونس بتاع الفلو بتاعك. هي كويسه للمهندسين الجدد والتكنيشنز الجداد بحيث انها تديني زي اوفر فيو كده، بحيث إنها تقول لي هو بشكل simple كده الflow ماشي إزاي كdiagram موجود عندي، بحيث إن أنا أعرف السيستم بتاعي تقريبًا بيشتغل إزاي أو الflow بيمشي منين بيروح فين. طبعًا هنا بيبدأ برضه يدّيك نفس التفاصيل اللي إحنا اتكلمنا عليها قبل كده، وهو إن الprocess flow diagram بيدّيني الequipment اللي هي المهمة والضرورية، والpiping الأساسية. طب لو في حاجات فرعية ما بيحطهاش. طيب لو أنا عندي مثلًا B&ID هاكتشف إن في symbols معينة، رموز معينة، أشكال معينة. في الحالة دي أنا بابدأ أنتقل للموضوع بيكون complex أكتر، معقّد أكتر، لإن في الحالة دي أنا هابدأ أعلّي level المعلومات اللي موجودة جوّه الرسمة بتاعتي في الBandID. فإحنا دلوقتي عندنا حاجة، عندي مجموعة من الرموز اللي أنا باستخدمها عشان أعبّر عن حاجة معيّنة موجودة في السيستم. يعني كل معدة وليها الsymbol بتاعها. طيب ما هو أنا دلوقتي لو ابتديت إن أنا أعمل إيه، أنا ابتديت إن أنا مثلًا أخلّي الشركة اللي أنا شغّال فيها تعمل لي symbols معيّنة للمعدات اللي عندها، والشركة اللي جنبها تعمل symbols معيّنة للمعدات اللي جنبها. فكده إحنا إيه، مش شغالين. إحنا كده كل واحد شغال بطريقته. لأ، إحنا عايزين نعمل standardization للموضوع ده. عايزين نعمل standard معيّن عبارة عن جهة بتدّي standard معيّن يقول لك كل الناس اللي هتبدأ إنها تعمل drawing وتقرا drawing فالمفروض تكون فاهمة إن الشكل ده بيعبّر عن البلف الفلاني، والشكل ده بيعبّر عن البامب اللي من النوع الفلاني، الشكل ده بيعبّر عن الكمبريسور اللي من النوع العلاني، وهكذا. يبقى إحنا محتاجين نخلّي الموضوع more standard. يبقى أنا دلوقتي عندي symbols موجودة من مختلف الشركات ومختلف المصانع، ممكن يكون في اختلافات ما بينها، اختلافات طفيفة مثلًا ما بينها، زي مثلًا عندي أشكال البمبات، البلوف، الكلام ده كله. فإحنا محتاجين إن إحنا نعمل standardization للprocess symbols اللي موجودة. وإحنا إن شاء الله دورنا في السلسلة دي إن إحنا نبدأ نشرح ونشوف الأشكال المختلفة بتاعة المعدات اللي ممكن تكون موجودة عندنا في السيستم بتاعنا. تمام. يبقى السيمبلز هنا في الحالة دي هي بتعكس شكل المعدات اللي موجودة في المصانع بتاعة معالجة الغاز، البتروكيميكال، شركات التكرير، وهكذا. طيب
إيه بقى المحتوى بتاع الprocess flow diagram زي ما إحنا قُلنا قبل كده، ممكن يدّيك شوية تفاصيل عن الflow، عن الpressure، الtemperature، الlevel، الspeed، المعادلات ديّة مين فيهم الduty ومين الstandby. كلمة duty يعني محطوطة في الخدمة وشغّالة، وstandby يعني هي محطوطة standby. باين من اسمها إن لو حصل مشكلة في المعدة الduty اللي هي شغّالة، أنا هابدأ إن أنا أوقّفها وهابدأ إن أنا أشغّل المعدة التانية، تمام؟ يبقى دلوقتي تقدر تقول كده إنها بتدّيك شوية تفاصيل مهمة إزاي تمشي من المُعدّة من الأول لغاية الآخر. طيب إيه بقى توقُّع الناس اللي هتبدأ إنها تشتغل إنها تبقى فاهمة هو الشركة ديّة هل هي لها standard والّا الشركة ديّة مستخدمة standard معيّن بحيث إنها تدّيك الأشكال أو الsymbols بتاعة الequipment اللي موجود عندك، لازم تكون عارفها كويس جدًا. لازم تبقى عارف الsource بتاعها فين، تقدر إن أنت تتعرّف عليها كويس جدًا، وتقدر إن أنت تفهمها وتحلّلها وتعرف إن البلف ده من النوع الفلاني وهكذا. يبقى بعد كده بتبدأ إن أنت طول فترة الtraining بتاعك تبدأ إن أنت تتدرّب على كل حاجة موجودة عندك في الsystem بحيث إن أنت تنتقل بعد كده للمرحلة الأخيرة، وهي إن أنت تقدر إن أنت تعمل analyzing وinterpretation، تفهم كويس جدًا الcomplex P&ID اللي هو أعقد حاجة اللي إحنا اتكلمنا عليها. طيب إحنا كده المفروض نكون خلّصنا الفيديو بتاع النهارده. ده كان كل اللي إحنا محتاجين نتكلم عليه، وشكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.